البيوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. عملت القهوة عشان وعدتها الفيديو الجاي هشرب معاكي القهوة. وكمان عملت طريقتها في القناة الكبيرة بتاعتي. لان المكنة دي كانت يعني عملت ريفيو كده بعد 4 سنين. لاني ما كانت في حاجة كده عندي حاسة ان انا فاشلة فيها، فقلت اما اعرض فشلي هناك فنجحت. تمام. و... وكمان قلت اخد معاها شوكولاته البيستاشيو. تمام. طيب. انا طبعا من طبيعتي بحب دلعي نفسك، دلعي نفسك ولو بشوكولاتايه وبكوبايه قهوه، دلعي نفسك. مين هيدلعك غير نفسك؟ مفيش حد. مرضتي، تعبتي، نمتي، فرقت مع مين تعبك؟ فرق مع مين انشغال بالك؟ فرق مع مين جلد ذاتك؟ فرق مع مين الهبد والفرية؟ فرقت مع مين معكيش فلوس؟ فرقت مع مين ان انت مش قادره تشتري اللي في نفسك فيه؟ فرقت مع مين ان انت جعانه ونفسك تاكلي حاجه حلوه وحد يخبط عليك يدخلك حاجه حلوه؟ فرقت مع مين؟ طب قولي لي. سيبك من ده كله. الناس النهارده اللي بتفكر ان هي تنفصل عن حياتها الزوجيه علشان خاطر تعيش حياتها، شايفه ان الحياه الزوجيه بالنسبه لها متعبه، شايفه ان الحياه الزوجيه بالنسبه لها سجن مؤبد وكله عذاب واهانه ويعني تقليل من قيمتها وكل حاجه. ولكن انا ما بقولش ان هي مش تعبانه، ما بقولش ان هي مش بتعاني، لا بتعاني، بس احنا هنا دايما في ناس تحط ان الطلاق هو الحل اللي هينجدها، فبلاقي ناس بتطلق وناس جايالي برضه تعبانه وجايين برضه المشكله لسه في مشكله فيهم وتعبانين وما وصلوش للي هم برضه عايزين يوصلوا ليه. طيب، معنى كده ان احنا لما باجي اقول لواحده قبل ما تنفصلي فكري كويس اللي انت هتنقلي عليه ده مضمون؟ راحتك هناك لاقياها؟ اصل انا عشان ارجع بيت العيله بعد ما اتطلق، صدقيني انا مش شايفه ان بيت العيله فيه راحه. يعني انا وجهه نظري شايفه وجهه نظري ان بيت العيله ما فيهوش راحه. طالما اني هتقولي لي امي وهتقولي لي هقول لك على عيني وعلى راسي، بس انت مش هتاخدي راحتك اذا لو انت شاغله نفسك عنهم. وبعدين ولادك معاكي، مفيش حد بيستحمل حد. وبعدين مهما تحسي مش هتحسي باحساس ان انت نايمه في فرشتك وفي بيتك وبتشتغلي في بيتك. ما اعرفش، ده رايي الشخصي بقى، مش عارفه. طب يا ميمو، ده الحياه عذاب وقرف وغلب ومشقه واهانه واستخفاف ونفسيتنا في الارض. طب نعمل ايه يعني لو احنا مش هنطلق ونعمله ايه؟ سؤال جميل، وارد عليكي واقول لك لازم ناخده القضيه بتاعتنا بمفهوم ان احنا نفكر في كل صغيره وكبيره. قرار الطلاق ده مش قرار سهل، مش وانا مضغوطه ومتضايقه وعندي ضغوط اقول انا عاوزه اتطلق. لازم افكر فيه عشان انت اللي بتنهي العلاقه. في اخت طبعا كان همني امرها، كنت بكلمها على الكومنتات امبارح، لان هي مشكلتها خدت معايا صراحه يعني فكر فيها. فهي دلوقتي يعني جوزها مسافر، وهي طبعا معاها اطفال وجوزها سايب معاها حمل، وكتر الف خيرها. كون ان الواحده تبقى جوزها مسافر وهي تبقى قاعده شايله هم الميه النور الايجار الدنيا او الاكل الشرب اللي بيبوظ اللي بيعمل، فكتر خيرها، لان واخده دور الاب ودور الام الاثنين مع بعض. وانا طبعا حاسه بيها لان انا بقيت معاها، سواء جوزك بقى موجود مسافر زي يعني، بس هو في فرق طبعا في الدعم النفسي، بس انا بتكلم في المسؤوليه. طيب،
هي دلوقتي أبوه هو بيلف على إخواته كل واحدة بياخدوه شهر، يعني هو الدور بييجي عليها وتتحمّل أبوها شهر، برضه خلّي بالكم المفروض إن أنت وأنت مسافر ده ما يحصلش، المفروض ده ما يحصلش، ماشي؟ طيب إيه اللي يحصل؟ ناس هتقول لي طب ليه؟ هاقول لهم عشان جوزها مش معاه، لو هو أبوه معاه معلش وما تزعلوش منّي، ده راجل برضه، عاوز خدمة، عايز كده، لو ليه بنات أو صبيان هم أولى ياخدوه، مش مرات الابن، مش مرات الابن، دي حاجة. الحاجة التانية إن أخته عاوزة تعيش معاها، وهي مش شايفاها اللي هي يعني ملائمة مع طبعها، خلاص؟ فبرضه مش إجباري، لإن البيت ده بيتي أنا، ده راحتي، ده السكينة بتاعتي، أروح فين؟ لو أنا مش هالاقي راحتي في بيتي هالاقيها فين؟ يعني أنت كفاية أوي، أوي، أوي إن أنت مدّيني مسؤولية جامدة، يا إمّا تيجي بقى، ده اللي كنت عايزة أقوله لها واحكي معاها، بس مش عارفة يا جماعة أنا ما باخدش راحتي في الكومنتات صراحة، لأ تعالَ أنت بقى، تعالَ شيل الشيلة بقى بتاعتك دي بأبوك، بأختك، أيوه ما هو ربنا يعرفوه بالعقل، ربنا يعرفوه بالعقل، تعالَ أنت أخويا شيل شيلتك بقى، خد مامتك باباك، أختك اتعايش، شوف أنت بقى العيوب، شوف الدنيا، هتساعدني في المجايب في أنا ما ده يتقال له لأ، مش هاتطلّق، مش هاتطلّق، فكرة الطلاق ليكِ ليه؟ يعني أنتِ تتحمّلي المرار والعذاب ومرضتِ، جالها عرق النسا وجالها ضغط ما أعرفش إيه وجالها إيه وجالها إيه وغضروف، كل ده والآخر إن أنتِ تدّي له كده القضية وتبيعي له الجمل وسيبي الجمل بما حمل عشان أخته تيجي تقعد في البيت وأبوه أنتِ بتتكلّمي إزاي؟ يا جماعة أنتم بتستسهلوا الطلاق كده ليه؟ أنتم بتبيعوا عمركم ببلاش ليه؟ في حاجات أقدر أقول لِك الحقي اطلعي، واحد بقى بيضرب بيعمل لا، لا العيشة معاه لأ، اكسبي نفسِك واطلعي، لكن في مشاكل أقدر إن أنا أحلّها وما اسيبش بيتي، اسيب بيتي لمين؟ ماشي؟ واحدة تقول لِك ما هي مش هتسيب بيتها، هتقعد مع أولادها في بيتها و وهيطلع لها نفقة ويطلع لها طيب ماشي معاكِ، طلع لها نفقة، طلع لها صدقوني إحساسها إن هي برضه بتتكلم مع جوزها بالليل، إحساسها لمّا بييجي من السفر برضه يا جماعة أنا ما أعرفش يعني يمكن أنا عشان عندي حنين باتكلم بالنيابة يعني من المدخل ده شوية، إن برضه الراجل ليه بصمة وليه وقفة، إذا لو ما لهوش لازمة دي قضية تانية، إنما باتكلم الناس اللي بتتسرّع في الطلاق، فأنتِ اقعدي مع جوزِك قولي له لأ، معلش سامحني وبطريقة حلوة، أنتِ طبعًا أدرى بجوزِك، أنهي المداخل أخُش له منها، سيبِك من كلام مين وحُطّيه على جنب، أنا واحدة عارفة أدخل له إزاي، أجيبه إزاي، يتكلم معايا أقول له أنا مش قادرة، مش قادرة أتحمّل حد، ومش قادرة أعيد ورا حد، ومش قادرة ألاقي واحد معلش يعني معلش أنا لمّا ابني بيخش الحمّام أو أي حد وغيّر أو عمل حاجة أنا مش مرتاحة لها، باكُل في نَفْسي. أنت يا ابني بُص يا ابني وأنت بتتوضّى يا ابني بُص المَيّة في الأرض، يا حبيبي ما تعملش كده، يا حبيبي بعد ما تستحمى شِد ستارة البانيو يا بابا، يا حبيبي لمّا تستخدم البانيو الشامبو رجّع الشامبو مكانه، يا حبيبي الفوطة دي حُطّها هنا أنا باكُل في نَفْسي. طَب تعالوا أنتم على حد بقى غريب، فأنتِ مستحملة يعني إيه ضيف في يوم، 2، 3 تعالي على نَفْسِك، تعالي على نَفْسِك. يعني أنا باقول لِك نقطتين، أنا عندي يعني أنا عندي ليّا إخوات والله كده، من نوع أمّا ييجوا كمان بالذات بقى يتوضّى حمادة جنبهم ولا حاجة، وسمير الله يرحمه كان يعني إيه، عارف إن أنا ما باحبش كذا كده، فهو سمير معايا، كنت أنا وسمير في كيميا بيني وما بينه، ف
يعني سمير كده يشد ورايا، يعني مش ورايا انا، يعني مثلا لو لقى دخل الحمام لا يشدها، عارف لازم الستاره تتفرد علشان الميه ما تتركنش او اي حاجه او بخار الشاور، فيخلي في عفونه في الستاره. دايما اقول لهم كده افردوا الستاره كده وانطروها من الميه بعد الشاور. حاجات تركات كده. المشايات في البتاع، الزرع اللي استخدم ماسك، اللي استخدم حاجه الماسك عمل علامه، نضفيها في ساعتها، مش لازم الهواء ينشف. تركات كده صغيره. ليه بقى اخواتي بيجوا مثلا لما يجوا يتوضوا كانهم بيستحموا، فانا بطبيعتي اي حد مثلا تعملي ايه، هتخشي الحمام بتنشفيه ولو الدواسه اتبلت بالتقويه، ما اقدرش اقول لهم حاجه، ما اقدرش اقول لهم انت عملت ليه، ما هو اخره ايه، يوم اتنين خلاص. حلو. اي حاجه تانية انا اهم حاجه بس ان ايه دايما، لان المعاكسات بتاعتي بتيجي دايما في الحمام، فانا الحمام ده عندي اصلا ايه، ليا طقوس كده فيه صراحه. يعني ما يكون مبلول اما بروح، يعني لو دخلت في حته الحمام فيها مش متوضب، والله بتقرف جدا، والود ودي ما اخش اعمل حمام ولا اتوضى حتى فيه. المهم فبتستحمليه. طب انما دي واحده هتعيش معايا، يعني لو هتخالفني وتعاكسني في البيت، طب انا هروح فين؟ طب بنتي هعرف اصرخ في وشها، طب ابني هعرف اقول له ده غلط وده صح وهيتقبلها مني وهيبقى على قلبي. يبقى الحياه هنا مش انت ما حطيتليش حياه بقى، انت ما حطيتليش ان انت بتساعدني اكمل الدنيا، انت حطيت لي حاجه تمغص عليا عيشتي. طب ليه؟ فمن الزوج ارجوك ما تضغطش على مراتك اكتر من كده. لكل زوج راعيها شويه، شوفها بتحب ايه ما بتحبش ايه. بلاش الضغوط، لان الضغوط دي هتيجي عليك انت مش في صالحك. فحبيبه قلبي، ابعتي لجوزك واتكلمي معاه، ما تقوليش طلاق، ما تجيبيش سيره الطلاق، حاولي ورا قضيتك واقعدي في بيتك. اذا لزم الامر يبقى في حكم من اهلها وحكم من اهله، والناس تحكم بالعدل، بس مش اكتر من كده. ده اول طبعا سؤال، وكان موضوعي بقى بتاعي النهارده اللي هو الفراغ العاطفي اللي هتكلم معاكم فيه. اولا، الفراغ العاطفي ما هوش ضعف ولا حاجه عيب. الفراغ العاطفي هو مشاعر واحتياج للاهتمام، بس ازاي تمليها هو ده اللي هتكلم فيه. نملاها ازاي ونملاها بأنهي طريقة، ده اللي هتكلم برضه فيه. اول حاجة عايزاكي تعمليها، املي الفراغ بتاعك الاول املي نفسك انت من جواكي، يعني اشبعي احاسيسك انت الاول من جواكي. ازاي يا ميمو؟ هقول لك ازاي، واحدة واحدة، خليكي معايا، ان الموضوع ده كبير مش هين، وكلنا واقعين فيه. مش هينفع ان انت تدوري على الحب بره وانت جواكي فاضيه. دوري على طيب. حاجات انت بتحبيها حتى لو كانت صغيره. بلاش تجري بسرعه على حد يدخل حياتك بسرعه عشان يسد الفراغ اللي عندك، وتندمي بعد كده اكتر من الاول، لان هو داخلك من المدخل ده، هو عارف ان هو مش ليكي، وانت عارفه ان انت اتعلقتي بقشايه، والعلاقة مش هي العلاقة. يعني يا جماعة في ناس بتبقى متجوزة، وهناخدوها كده واحدة واحدة. في واحدة تبقى متجوزة وجوزها في الشغل، بيشتغل ليل نهار، وهي مداخل الحياة وصعوبة الحياة مخلياه بيشتغل شغلتين وثلاثة، فبيخش البيت مقتول. ما هو مقتول خلاص. ما ليه؟ لان انت المطالب، معلش، المطالب خلته مش بييجي مثلًا بقى من شغله حتى مثلًا الساعة 19:00، لأ، ده أنت خلّيتيه ياخد من 19:00 shift تاني، من 19:00 لغاية 01:00. فيا دوبك اللي هينامهم عشان هيقوم 9:00 يروح الشغل، فهو ما عندوش حاجة يدّيها لِك. ولكن ده حرام، لإن الست ليها حقها. بس إحنا عشان كده دايمًا باقول لكل واحدة، لو أنتِ شايفة إن جوزِك
سايبِك في علاقة عندِك فاضية وأنتِ محتاجة لها، في ستات بتبقى محتاجة للشعور ده، في ستات محتاجة للكلام من ده، ده مش حاجة حرام، ده مش حاجة وحشة، ده مش حاجة عيب، ده ربنا سبحانه وتعالى خالق فينا خالقنا كده، كل حاجة عاشق ومعشوق، وإحنا خلقنا من ضهر الراجل، يعني إحنا انتمائنا وقوتنا من الراجل، الراجل بيستمد القوة من الأرض، فإحنا كستات الرسول وصّى علينا، لإن إحنا رقيقين أوي. بأقل كلمة بتطيب خاطرنا، بأقل كلمة بتسد العواطف بتاعتنا. طيب أنا دلوقتي المتجوزة في حل إن أنتِ تبقى دي قضيتي مع جوزي، واللي لقيت الشغل آخد حد كبير من حياته ومن وقته وهو غلبان حاله، يعني هو إنسان كويس بس كتر الشغل، أحاول إن أنتِ فرّغي، صدقيني ده هو هيتبسط جدًا. لمّا يلاقيكِ إن أنتِ بتحاولي إن أنتِ تسعديه، لإن الموضوع ده بيسعد الراجل كمان، فأنتِ حاولي، هتقولي إيه، ما هو ما عندوش كلام حلو، ده حتى في العلاقة بتاعته على طول كده تحسّي إن هو روتين، حاولي حلّيها، حاولي والله العظيم واحدة، واحدة هيفهمِك. أمّا البني آدمة لمّا تكون واحدة مطلّقة، أنتِ لمّا اتطلّقتِ أنتِ نهيتِ علاقتِك بنفسِك، نهيتِ معاها كل الحاجة، لإن أنتِ ما أنتيش شايفة بقى، أنتِ ما اللي طلبِت الطلاق دي هي لا شايفة سعادة زوجية، ولا شايفة حياة جميلة، ولا شايفة أي حاجة، فهي محسوب عليها إن هي متجوزة وخلاص، فهي عندها القوة إن هي عايزة تعيش لوحدها، أنا ممكن أقدر أسعد نفسي، دي أكتر واحدة المطلقة باحس إن هي أنا هادوّر على سعادتي وفي إيدها الفرصة، أنا هادوّر على سعادتي بنفسي، أنا هاعمل ده لنفسي، أنا هاسوي ده لنفسي، حِمل عليها وبتكدب على نفسها و وبتبقى عايزة يعني تفُت في الحديد، بس هي برضه سِت راحت جات سِت ضعيفة، ولكن يعني فرصتها مش في الغلط، يعني فرصتها مش في الغلط، لإن هي نهِت علاقة حلال علشان تبتدي تعتمد على نفسها، لإن هي خلاص هي كارفة الرجالة. طيب يا ميمو لو صغيرة تبدأ بالحلال، ما حدش قال بالحلال يا جماعة، كل شيء بالحلال. طب والأرملة يا ميمو؟ الأرملة دي قصتها قصة وحكاية، الأرملة دي دي اللي تتشفّقي عليها أوي، إزاي؟ الأرملة دي مش هي اللي نهِت العلاقة، هي كانت بتتمنى إن هي تدوم، الأرملة دي آآ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نهى العلاقة والعِشرة ورزقها كان لغاية هنا، ربنا سبحانه وتعالى بيطبطب عليها، لمّا تحسّي إن في شوق ربنا يقوم مبرّد قلبها، لإن الإنسان ده اللي مشى حنيّن أوي، بيحبها، بتحبه، كنا مفكّرين هنشوفه كرمشة وشّنا مع بعض، وأمسك العصاية وهو يسندني، ونروحوا لولادنا نزوروهم ونشوفوا طلباتهم، حلم كنت باحلم بيه، الفراغ العاطفي اللي عندي لازم أملاه بالحلال، أملاه بإيه يا ميمو؟ باملاه مع ربنا، بادعي ربنا، باشوف أنا باسعد نفسي زي ما قُلت لكم، معقولة يا ميمو باكل الشوكولاتة أو كوباية القهوة أو الحاجات اللي أنتِ بتعمليها دي تسد عاطفتِك؟ أقول لِك لإن ربنا معايا، لإن أنا دعيت له إن هو يربط على الشوق، يربط على شوقي، ما أنا في اشتياق وفي حنين، يعني معلش في الكلمة أنا لسه بحيويتي، أنا لسه ب ب ب ب ب ب بكل ما حد يتخيل أنا عايشة مع جوزي، بافتكر كل حاجة فيه، بافتكر قعدتنا مع بعض، بافتكر كل حاجة، فعايشة في الماضي، عايشة في الذكرى، باتعايش فيها و وباشغِل نفسي بقى،
ما هو أنا ليّا دور، ما أنا ما أعرفش أنا هاموت إمتى، وأنا عايزة أقابله، فأنا مش عايزة أتجوّز. ما أنتِ في ناس ممكن هنا واحدة زيي تقول لِك لأ، أنا واحدة عايزة أعيش وعايزة كده، كده هاتجوّز. اتجوّزي، بس هاقول لِك على حاجة، أنتِ ممكن إن أنتِ تروحي تتجوّزي علشان تملي العلاقة أو أو تعيشي علاقة زوجية أو تملي فراغ عاطفي، ممكن يحزّنِك في حاجات تانية كتيرة أوي، 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 أوي بطريقته، وأنتِ كان جوزِك كان كويس معاكِ. يعني أنا عندي ناس جوزها اتوفّى، راحت تتجوّز ما نسيتش جوزها اللي مات، وشافت أسوأ معاملة بقت تقول يا ريتني عِشت على ذكراه. يعني مش معنى إن جوازي عيالي كبار واتجوّزوا، معنى كده يبقى أنا الفرصة ليه ما لأ، أنا ما أعرفش في ناس أنا ما باقولش الناس ما لأ، لو أنتِ عندِك رغبة في الجواز، لأ خليكِ بالحلال وروحي اتجوّزي، اتجوّزي. لو أنتِ واحدة مش عارفة لأ، أنا مش عايزة أتجوّز، بس مش عارفة أملى فراغي إزاي، لأ، أنا أقول لِك تمليه إزاي. تمام؟ لأ، يبقى أنا كده قضيتي قدّامي واشتغل على قضيتي واحكي له واشكي له واقول له على اللي أنا محتاجاه له. لو هو إنسان في بني آدمين بقى سيبِكم بقى من هو ضغط الشغل وفي ناس كده، في ناس ما عندهاش إحساس وما عندهاش وعايشين وفي واحدة خلاص بتستسلم بقى إن هي تعيش مع جوزها كده وخلاص دي اسمها أعرف ناس والله العظيم كده وحتى عيالي أمّا يقولوا لِك إيه مالها ما أنتِ عيالِك جُم منين؟ تقول لِك والله غلطة، ماشي؟ طيب لو أنتِ مش مستحملة ما تقعديش تقعدي بقى لإن أنتِ خلاص أنتِ واحدة ربنا خلق لكل إنسان قدرة، ف لقيتِ نفسِك البني آدم ده هو كده وأنتِ مش كده، يبقى اتخلّصي منه في أول الجواز وحاولي تتجوزي وتجربي حظِّك مرّة تانية. طيب بالنسبة للأرملة، الأرملة بتعيش أغلب الأرامل أنا يعني حاسة نسبة كبيرة جدًا مننا إحنا بنعيشه في الذكرى. إحنا ربنا شايل لنا عمرنا والأحاسيس الحلوة وكل ده ربنا شايله لنا هنعيشوه إن شاء الله في الحياة المؤبدة بإذن الله. إنما لمّا بييجي شوق بنعيّط، يعني إحنا بني آدمين، أنا لو اتفرّجت على فيلم و وساعات ألاقي منظر الحُضن ده أنا كنت كده، الغطسة الدماغ دي اللي في الصدر من تحت كده ويحط ياخدِك زي العيّلة الصغيّرة، بانفلق من العياط. أنا لمّا بالاقي حركة جوزي كان بيعملها باموت، باموت ب لمّا بابُص ألاقي واحدة تقول له تعالَ بقى عشان خايفة عايزة أنام، أنا كنت باعمل كده، أنا كان يبقى قاعد على الكنبة وأنا في السرير مش جاي لي نوم إلّا أمّا أحضنه وسقعانة أقول له خُد دفّيني يا أخويا، دفّيني يا أخويا سقعانة، أنا. فهل ممكن تفتكروا إن الإنسان اللي جوّاه شوق ده يفكّر في حاجة وحشة؟ أمّال أنا هاقابله إزاي؟ أمّال أنا هاكمّل حياتي معاه إزاي؟ مش ممكن، مش ممكن. فدايمًا بالجأ لربنا على طول مش لحد، ما تلجئيش لحد، اوعي تلجئي لحد، دايمًا الجئي مع ربنا، قولوا له يا رب أنا مشتاقة له. أمّا اللي هي اتطلّقت فهي خلاص هي ناهية العلاقة، فهي عايزة تكون قوية، هي عايزة تكون قوية، عايزة تكون قوية علشان خاطر إن هي تبيّن لجوزها لإن هو عايش، إن هو شايفها، متابعها. فعايزة تورّي له أنا واقفة من غيرك وربّيت عيالك من غيرك وبالبس وباعمل، فعندها تحدّي جوّه نَفْسها، ولو نوِت على الزواج بتتزوج بس بيبقوا دايمًا مش مرتاحين، فأنا لو شايفة لو هي معاها ولادها وعايزة تحافظ على ولادها، لأ هاعيش بقى عيشة لوحدي بقى وخلاص ولا رجالة ولا حاجة وهاشتغل لولادي، لو هي سِت قوية يعني. فأملى علاقة فراغي ده إن أنا أشتغل، أدوّر على هواية باعملها، أعمل فريق صحوبات، أنا ساعات باشوف كده حاجات ناس سِنّهم سِن واحد كده، ناس كبار والله العظيم باشوفهم ما أعرفش عاملين رحلة، بيروحوا مع بعض فندق، بيروحوا مثلًا مارينا مع بعض، شرم مع بعض، مرسى مطروح، أو في إسكندرية في سان ستيفانو. بالمناسبة كانت في واحدة كاتبة لي والله العظيم أنا يعني
باسمع كومنتاتكم بادوب دوب، وبتقول لي أنا بانزل إسكندرية وأقول نفسي أشوفِك، وباروح سان ستيفانو، والله أنا قعدتي في سان ستيفانو لو أعرف أنا آجي لِك لغاية عندِك، لإن أنا باحب القعدة في سان ستيفانو أوي. المهم، فالمهم عايزة أقول لكم يعني بيقعدوا قعدات كده في إسكندرية، قعدات كده، فكلّهم مع بعض بيغنوا، اتبسطوا، اتكلموا، ما فيش رجالة، ما فيش حد معاه، كلّهم ستات كده في بعضهم. ده أنا عايزة أقول أنا باشعر بإحساس سعادة، إن أنتم قادرين تسعدوا بعض. شوفي صُحبة كده تسعدكم وتشغلِك وتشتغلوا وتعملوا business مع بعض في مكاتب اشغلي نفسِك خلاص، وما تقعديش مع حد، ما تقعديش مع حد يحرّك عواطفِك. يعني ما تحاوليش تقعدي مع واحدة مع جوزها 2 بيغازلوا ببعضهم وأنتِ تبقي قاعدة. إن هم أصلًا يعني الناس اللي كده دي أنا مش يعني ما تحاو بي م يعني إيه، في ناس بتقعد، أنا باقعد مع ناس متجوزة عادي بيتعاملوا عادي، أنا باقعد مع ناس كلها بس في ناس حبيبة قلبي تعالي اقعدي جنبي، مش باعرف أقعد إلا لمّا تكوني معايا، خدي دي ببُقِّك، مش عارفة اعملي إيه، قلبي، أحي يا أختي الراجل يا أختي هيتجنن لأ ما باحبش يعني ما ت مش غيظ، بس يعني راعي مشاعري، يعني راعي مشاعري، ما أنا هاقول لِك إيه يعني. أنا مش باحسدِك، بس أنتِ ما تحطّيش الجو كده جو أنا باتكسف منّه، هو كسوف مش حتّة حاجة، فاهماني؟ يعني سبحان الله أنتِ تحبّي لبنتِك، يعني أنا لبنتي أحب إن جوزها ده يحطّها بُصّي ويطير بيها، بس ليه؟ لإن بنتِك اللي أنتِ فرحانة بيها، يعني جوزها بيساعدها ويعملها، بس ولكن الحمد لله إحنا مجوّزين ولادنا الرجالة بيعرفوا الأصول والأدب. يعني يقول لِك إحنا لينا بيتنا، ما كل واحد إنما المفروض ما يتعملش أي حركة وكده إلا يقول لك يعني هم عندهم كده ربنا يعني يحميهم لشبابهم الأدب، الأم قاعدة ليها مكانتها في الأدب، أنا واحد ليّا بيتي، عايزة أبوس مراتي والّا عايزة أسوي ماشي، ماشي، ف فهتسدي فراغِك في إيه؟ اسمعي منّي، الأرملة تبقى مع ربنا، لو هي عايزة مش عايزة تتجوّز وعايزة تبقى مع ذكرى لجوزها، وما تحاولش تعيش في الماضي، يعني هو إيه، يعني مش تعيش في الماضي إن هو إيه، تحزّني نَفْسِك، ما تحاوليش تحزّني نَفْسِك، ما تحاوليش تسمعي صوته في التليفون، ما تحاوليش عشان الحاجات دي صدّقوني الشيطان بيهيّجنا، والله العظيم 3 بيهيّج أعصابنا. اللي هو أحيانًا مش هاسمع صوت الأيام دي مش هاشوفها تاني، بيعمل لنا كده حاجة كده هستيريا، حاجة كده انعزال عن الواقع. فأنا باتشفّق جدًا على الأرملة صراحة، مش عشان أنا والله، بس أنا باتشفّق عليها جدًا، أمّا المتجوزة فهو جنبها تفِش غِلُّه، فِش غِلِّك فيه، هاتيه كده من قميصه. والله العظيم 3 هزّري واعملي وفُكّي نَفْسِك، واملي نَفْسِك بحاجات حلوة، بس اوعي تعملي الغلط، لإن الغلط مش دايم، ده غير إن ربنا كاشف. سيبِك من الرجالة وسيبِك من الدنيا، ربِّك فوق شايفِك، هتروحي منّه فين؟ استخبيتِ من الناس، استخبيتِ من جوزِك، طَب وربنا؟ فامليها بالحلال، وقضيتِك قدّامِك إن شاء الله هيتوضع لها حل. نِفْسي أكمّل معاكم كتير بس ده الفيديو طوّل جدًا، آسفة جدًا على اللي عنده باقات. أشوفكم الفيديو الجاي على خير مع فنجان قهوة مع ميمو. باي باي.